سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. أعزائي طلاب الصف الثاني المتوسط، أهلا وسهلا بكم. الفيديو ده عبارة عن مراجعة الرياضيات الترم الأول حتى درس الأبعاد في المستوى الإحداثي. تعالوا بينا نبدأ. أنا عايزك تكون متأكد إن أفضل طريقة للمراجعة هي إنك تحل اختبارات ومسائل كتير، لأن ده هيدربك على الاختبار. ونبدأ معانا بالسؤال الأول. بيقول لي الكسر 4/5 في صورة عدد عشري يساوي 8/10. طبعا الأربع أخماس 8/10، فده إجابة صحيحة. السؤال التاني بيقول لي السالب 1 أكبر من السالب 100. أكيد إن السالب 1 أكبر من السالب 100، فده برضو إجابة صحيحة. السؤال التالت ناتج 2/7 في سالب 3/7. بنضرب اللي فوق في اللي فوق واللي تحت في اللي تحت. الاتنين في سالب 3 بسالب 6، والسبعة في 7 ب49. طبعا ما بيساووش السالب 2/3، يبقى دي إجابة خاطئة. السؤال الرابع بيقول لي 6 أس 2 بيساوي 81. طيب 6 أس 2 دي معناها 6 في 6، والستة ضرب 6 بيساوي 36 وليس 81، فدي برضو إجابة خاطئة. نيجي بعد كده للسؤال التاني. بيقول لي المثلث أ ب ج قائم الزاوية في باء، فإن الوتر هو. طالما هو قائم الزاوية في باء، كل اللي عليك إنك تحذف الباء. هتلاحظ إن الحرفين اللي فاضلين بتوعك هم أ ج، وهم دولة الوتر. السؤال التاني بيقول أي مما يأتي ناتج 4 و4/7 زائد 8 و3/7. 4 زائد 8 12، ونحط المقام 7 ونجمع. 4 زائد 3 7، 12 و7/7. احنا عارفين إن 7/7 دي يعني 1. طب 1 زائد 12 كام؟ 13، يبقى الإجابة 13. السؤال التالت بيقول لي أي مما يأتي الصيغة القياسية للعدد 2.5 في 10 أس 5. هنا الأس 5 معنى كده إن احنا نحرك العلامة 5 أرقام. طيب مفيش غير رقم 1 هنا على يمين العلامة، فهنضطر نحط 4 أصفار علشان يكونوا 5 أرقام. يعني 2 5 و4 أصفار، يعني 250,000 هي الإجابة الصحيحة. السؤال الرابع بيقول أي مما يأتي يساوي 3 أس 3. 3 أس 3 يعني 3 ضرب 3 ضرب 3، يعني بيساوي 27. ده الإجابة الصحيحة. السؤال الخامس بيقول أي مما يأتي ناتج جذر 49. جذر 49 7، يبقى الإجابة 7. السؤال السادس سؤال سهل جدا. هنا في 5 وهنا في 5، احذفهم مع بعض يفضل اللي فوق 1 واللي في المقام 8، يعني الإجابة 1/8. السؤال السابع بيقول لي النقطة 1 و3 تقع في الربع الكام؟ طالما هي موجب وموجب، الواحد موجب والتلاتة موجب، يبقى هما في الربع الأول. طيب الربع التاني بتكون سالب وموجب. ازاي؟ يعني سالب 3 مثلا و2، سالب وموجب يبقى ربع تاني. الربع التالت بيكون سالب وسالب، مثل سالب 3 مثلا أو سالب 5. الربع الرابع بيكون موجب وسالب، يعني على سبيل المثال 5 وسالب 2. إنما احنا هو عايز كده موجب وموجب، يبقى الإجابة ألف هي الإجابة الصحيحة. نيجي للسؤال الثامن. أي مما يأتي هو حاصل قسمة 1/7. قسمة 1/7 طبعا 1، لأن 1/7 هي نفسها 1/7، عاملة زي 5/5. 5 قسمة 5 1. أي رقمين متشابهين لما تقسمهم على بعض الناتج بيكون 1 صحيح. السؤال التاسع بيقول الأربعة تنتمي إلى. طبعا الأربعة بتنتمي للأعداد الكلية، وبتنتمي طبعا للأعداد الصحيحة، وبتنتمي كذلك للأعداد النسبية، فلذلك الإجابة الصحيحة هي جميع ما سبق. السؤال العاشر بيقول لي إذا كان صاد تربيع ب17 فإن أقرب إجابة للصاد. طيب هي 17 دي قريبة من 16، فاحنا لو جبنا جذر 16 هيكون 4، يبقى موجب أو سالب 4. ليه خليتها موجب وسالب؟ انت طالما عندك هنا حرف خلاص اختارها موجب وسالب. سؤال 11 بيقول لي العدد الدوري 2/10 دائري يكافئ. طالما في شرطة كده انت شفتها، الشرطة اللي فوق دي تخليها 2/9. طب لو يبقى الإجابة جيب. طب لو كان مثلا 52، يبقى 52/9. يعني هي لو رقم 1 يبقى على 9، لو رقمين على 9، طالما في شرطة. طب ما كانش في شرطة تبقى على 100 بقى وعلى 10 وعلى 1000 وكده. طيب
سؤال 12 بيقول لي أوجد أي مما يأتي هو حاصل جمع، المفروض دي جمع. نص زائد ربعين زائد واحد. الربعين ديت يعني نص، ربع ريال وربع ريال يعني نص ريال. طب نص ريال ونص ريال ريال، ريال وفي ريال تاني يبقوا 2 ريال، يبقى الإجابة 2. السؤال التالت مربع مساحته 64 سنتيمتر مربع فإن طول ضلعه. ماشي، ممكن تجيب جذر ال 64 على طول اللي هو كام؟ 8، لأن ال 8 في 8 ب 64. أو إنك تعرف إن المربع لو مساحته 64 فالمساحة 8 في 8 يبقى الضلع الواحد بس ب8. يا إما تجيب الجذر أو تحلها بالطريقة القديمة بتاعت زمان دي. طيب السؤال التاني بيقول لي من الشكل المقابل أوجد طول الضلع أ ج. دي سنتي لأن هي بالسنتي. في ناس بتحلها ناس حافظينهم طالما 6 و8 يقول لك 10 مباشر، وفي ناس يقول لك أنا هجيبها بطريقة فيثاغورس ويحلها بالخطوات. 6 تربيع زائد 8 تربيع يعني 36 زائد 64، فالإجابة بتكون 100. جذر ال100 كام؟ 10، يبقى 10 سنتي. بكده نكون حلينا المراجعة. أتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو ده، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.